السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كريم العيد في حلقة جديدة. حلقة النهاردة بعنوان رغم التعادل الأهلي يصعد كأول مجموعة. مباراة اليوم كانت بين الأهلي طبعا والجيش الملكي المغربي. الأهلي داخل اللقاء وهو ضامن الوصول لدور الثمانية، لكن كان يفرق بس إن هو هيطلع أول مجموعة أو تاني مجموعة. طبعا الفوز كان يضمن له إن هو يطلع أول مجموعة، وأيضا التعادل يضمن له الصعود كأول مجموعة، في حين إنه لو اتهزم كان هيبقى الجيش الملكي أول مجموعة والأهلي هو تاني المجموعة. الأهلي يمكن بدأ اللقاء بتشكيل مكون من مصطفى شوبير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، وكوكا. خط الوسط كان اليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان. في اليمين في الهجوم كان ناحية اليمين محمد طاهر، وفي الشمال أشرف بن شرقي، وفي النص مروان عثمان أو مروان أوتاكا. يمكن الأهلي بدأ بداية قوية، ويمكن في أول 4 دقايق من اختراق من محمد علي بن رمضان قدر ينفرد بالحارس، ولكنه حط الكرة قدر الحارس أحمد رضا يصدها برجله الشمال، حاول يحطها من تحته يعني، قدر يطلعها برجله الشمال. بعدها كرة تانية برضو من محمد علي بن رمضان اللي خد الكرة من بره ال 18 ولم وشاط، لكن قدر يصدها الحارس. بعدها كرة يمكن تانية كانت مروان عطية لعبها بكعبه لديانج، اليو ديانج اللي شاطها في نص الجون. للأسف اليو ديانج تسديداته مش قد كده يعني، فجت في وسط الجون قدر محمد رياض الجناوي يمسكها. بعدها يمكن كانت فرصة، يعني كان أخطر كرة في المباراة كرة محمد طاهر أو مروان عطية لعبها من ورا الدفاع لطاهر محمد طاهر، اللي قدر يعني ضغط على الباك، لكنه عدى من يعني قدر يخدع الباك حاول يحضر عليه فعدى من وراه ولعبها بالعرض، انفرد بالحارس يعني، الحارس طلع له فلعبها بره محمد علي بن رمضان، اللي للاسف حطها في الجنبه، لكن واحد طلعها من على خط المرمى المدافع الجيش الملكي المغربي. بعدها يمكن كرة تانية برضو لمحمد علي بن رمضان بالجنب، طلع من الجنب برضو لعبها بالعرض، برضو كانت في عمل فرصة خطيرة كان لعبها له ياسر إبراهيم. بعدها يمكن كرة لطاهر محمد طاهر، يمكن رقص برضو اخترق وعدى ولعبها لم باليمين ولعبها بالشمال، عدت من فوق المقص. كرة تانية كان فيها كلام عن انها جت في لمسة يد. وتوالي طبعا الهجوم الاهلاوي والضغط كان كبير يمكن في الشوط الاولاني، لكن للاسف الضغط ده ما اسفرش عن شيء يعني. انتهى الشوط الاولاني بنتيجة 0-0. مع الشوط الثاني الاهلي كان برضو افضل يعني، كان افضل في الشوط الثاني برضو، بدا يحاول ان هو المباراه يعني يمكن كانت وان سايد جيم يعني، الجيش الملكي يعتبر ما حضرش يعني، او عندنا مصطفى شوبير يمكن ما لمسش الكوره تقريبا في المباراه. يمكن الشوط الثاني كان الاهلي يعني الريتم كان نزل شويه، وده لسبب يعني يمكن هنقوله في اخر المباراه، اخر الفيديو قصدي. لكن في يمكن مع التغييرات بقى في الشوط الثاني من بعد الدقيقه 65 زي ما بيعمل يسترب، وكان قبله برضو كولر كان بيعمل نفس الحكايه. بدات التغييرات بنزول امام عاشور بدل مروان عطيه، وبعد كده نزل كاموش بالعمري، واخيرا نزل اخر تغيير كان يعني كاموش بالعمري نزل بدل طاهر، وبدل بدل طاهر وبدل مروان وبدل كوكا، وفي اخيرا نزل الشحات بدل طاهر محمد طاهر. المباراة طبعا استمرت بنفس الشكل، ما كانش في حاجة يعني تذكر غير في فرصة سهلة جدا كاموش كروس اتلعب من هاني لكرة ان يمكن هو طلع ووقف في الهواء، وقلنا خلاص بقى ده المكنة تطلع قماش زي ما بيقولوا، هيحطها بشكل جيد يعني، بحس يعني يعني بشكل الارتقاء بتاعه ان هو طلع ووقف ولف جسمه، لكنه للاسف حطها بشكل غريب جدا يعني بره يعني. الكرة مش عارف ليه يعني هو عمل كده، الكرة كانت اسهل من كده، ان هو كان ممكن يحطها بسهوله في الجون لو وجه جسم هده باي زاويه كان يحطها، ولو لعبها مباشره على طول يعني كانت هتبقى جون، او يعني بجنب هده على طول كانت في الجون.
لكنه معرفش لف جسمه ليه قوي كده، فالكرة طلعت بالعرض يعني، ما كنت شكلها غريب يعني حتى. مباراة يمكن زي ما قلنا الأهلي كان سيد المباراة من أول دقيقة لآخر دقيقة. في الآخر بانتهاء المباراة 0-0 طبعا الأهلي وصل والجيش الملكي وصل، اللي فعليا ما كانش يستحق الوصول. يعني اللي كان يستحق الوصول كان الناحية التانية يانج أفريكانز اللي كان عامل ملحمة على أرضه هناك، وقدر يكسب شبيبة القبائل 3-0 وعمل مباراة قوية يعني. لكن للأسف الأهلي ما ساعدوش هناك يعني. يعني يمكن المباراة يعتبر أهم ما فيها أو أكبر المكاسب فيها هي ظهور محمد طاهر بشكل جيد جدا يعني، أو بشكل رائع، وأيضا ظهور محمد علي بن رمضان بشكل جيد يعني. وأتمنى إن محمد علي بن رمضان يبدأ يرجع بقى لمستواه، ووجوده هو وطاهر الاتنين هيبقى إضافة يعني. لو قلنا بعد رجوع إمام عاشور، وبعد ان شاء الله لما تريزيجيه وزيزو يرجعوا تاني، هيبقى عندنا لعيبه كويسين وعندنا بدايل كويسين يعني للعيبه. لكن يمكن في الناحيه الثانيه زي ما قلنا دي احسن حاجه في المباراه كان طاهر ومحمد علي بن رمضان، فاسوأ حاجه في المباراه للاسف الشديد كان جمهور الاهلي. رغم ان الاستاد كان مليان على الاخر، وده حاجه تحسب يعني لجماهير الاهلي ان هم مالوا الاستاد على الاخر، لكن للاسف بسذاجه شديده جدا يعني. ما اعرفش ليه بداوا يحدفوا زجاجات ميه لسبب غير معلوم يعني، ومش مفهوم يعني ان العشرات اللي رموا ازايز دول استفادوا ايه برمي الازايز، ويعني كانوا بيفكروا في ايه يعني لما رموا الازايز دي ليه. مش عارف يعني ايه الفايده اللي عادت عليهم يعني في رمي الازايز على لعيبه الجيش الملكي. طبعا الرمي الازايز ده لما قلت ان يعني يجي الشوط الثاني ان الريتم وقع بسبب الازايز اللي اتحدفت دي، يمكن يعني قبل الكورنر اللي جه للجيش الملكي في الشوط الثاني، وكان بدأ رمي الزجاجات، والكرة ساعتها توقف اللعب، توقف اكتر من دقيقتين مثلا. لغايه الوقت ده كان الاهلي ضاغط، وكان الاهلي قريب جدا من تسجيل الهدف. بعد اللي حصل دي بدا الريتم الاهلي يقل، وواضح ان اللعيبه بدات نفسها تتوتر يعني. بعد كده برضو حصل رمي الزجاج ناحيه رضا التجناوتي الناحيه الثانيه، تصرف صبياني مش مفهوم ليه يعني حقيقي. لكن برضو يعني بالنسبه للرمي الزجاجات، يعني الناس اللي بتتكلم في ان الاهلي كده العقوبات اكيد يعني الاتحاد الافريقي هيعمل عقوبه، بس اعتقد ان العقوبه لن تتجاوز الغرامه يعني، الغرامه ماليه ومش هيكون مبلغ كبير يعني. واحنا شفنا نفس الكلام اتكرر يعني. طبعا بنقول الكلام ده لان نفس الكلام ده حصل في مباراه شبيبه القبائل ويانج افريكانز في الجزائر. في الوقت ده برضو هم رموا زجاجات ميه وما توقفوش ولا حاجه، لكن ده عكس اللي حصل بالنسبه للجيش الملكي مع الاهلي، ان هم رموا سكينه معجون او سكينه بسبوسه بقى ايا كان هي ايه، رموا سلاح حاد على الملعب، واللعيبه مسكته ساعتها، ووليد صلاح الدين اظهره، وشاف في الكاميرات، والمراقب كتب، والدنيا كلها يعني شافت اللي حصل. فعشان كده الجيش الملكي توقف مباراتين، بالاضافه ان هم كانوا قبل كده كانوا كرروا الموضوع ده في مباريات قبل كده يعني. لكن الاهلي دي يعتبر اول حادثه بتحصل فيها ان الجمهور يرمي زجاجات، فهتبقى مجرد غرامه ماليه بس. حتى يعني الغرامه الماليه هتبقى انت ليه بتحمل الاهلي عبء فلوس ان انت الاهلي يدفعها. كده الاهلي طبعا زي ما قلنا الاهلي كده وصل كاول مجموعه، بيستنى بقى بينتظر يعني القرعه تبقى يوم الثلاث ان شاء الله. هيواجه احد فرق ثلاثه اللي هم الترجي او صن داونز او نهضه بركان. هتقول لي تتوقع مين؟ هقول لك اكيد طبعا يعني في وجود الاتحاد الافريقي، فاكيد طبعا هيبقى صن داونز اللي هيلاعب الاهلي، فهنلعبهم بقى الساعه 3 في عز الحر في رمضان. ربنا يستر يعني، اللقاء هيبقى رخم يعني فعلا لو طلع كده. اعتقد ده اهم مكان في الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.